وقبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك وشير وتفعل زر الجرس عشان توصلكوا كل ملخصاتنا. بتدور أحداث الفيلم في فترة الحرب الباردة اللي شاركت فيها دول كتير زي أمريكا وروسيا وألمانيا وإنجلترا، وكانت المعلومة الواحدة ممكن تساوي حياة دولة كاملة، وبالتالي الدول كانت بتستخدم أفضل المجندين عشان يوصلوا لأي معلومة. بيبتدي الفيلم بعد 28 سنة من هدم جدار برلين، وبنشوف واحد اسمه جيمس وبيكون بيجري من شخص ما، ولكن في النهاية بيتم الإمساك بيه، والشخص اللي بيجري وراه بنعرف إن اسمه بختين وإنه عميل للمخابرات الروسية، وبيقول له أكيد ساشل الخاين هو اللي بلغ عني. وبيقتل بختين جيمس وبياخد الساعة اللي كانت في إيده واللي بيكون فيها معلومات كان عايز يهربها جيمس، وبيرمي كمان جثته في النهر. وبعد 10 أيام من الحادثة دي بنروح لمدينة لندن، وبيكون في واحدة اسمها لورين واللي بنعرف إنها عميلة من الاستخبارات البريطانية، وبنشوف على وشها آثار ضرب وتعذيب، وعندها تحقيق في مقر المخابرات البريطانية من قيادات خاصة. وبتدخل لورين غرفة مغلقة ومعاها المحقق جراي مديرها المباشر، وبيكون في واحد اسمه إيميت كورزفيلد من المخابرات الأمريكية، لكن لورين مش بتكون موافقة إن واحد أمريكي يحضر التحقيق ده، وبتشتمه كمان، وبتقول إن اللي المفروض يحضر يكون السيد سي رئيس المخابرات الإنجليزية، لكن جراي بيقول لها إن هي المتهمة ومش من حقها تقول إيه اللي يحصل وإيه اللي ما يحصلش. وبيبتدوا التحقيق معاها من يوم خبر وفاة جيمس لما بيجي لها استدعاء تحضر في مبنى المخابرات البريطانية، وبتقابل لورين وقتها السيد سي رئيس المخابرات اللي بيقول لها إنه عارف كل المعلومات عنها، وإنها بتتكلم روسي كويس جدا وبتعرف تستخدم كل انواع الاسلحه، وكمان ماهره في القتال بالايد والتنكر والتخفي، وانها انسب حد للمهمه دي. وبيقول لها ان مهمه جيمس كانت انه يجيب معلومات من ضابط الماني اسمه سبيجلاس، وبيكونوا عارفين ان اللي قتل جيمس واحد من الاتحاد السوفيتي اسمه بختين، وهدف بختين انه ياخد الساعه اللي في ايد جيمس لان جواها مايكروفيلم فيه معلومات عن كل الضباط المتخفيين وكل الصفقات المشبوهه اللي حصلت اخر فتره من الحكومه. وكمان بيكون كشف الشخص الخاين اللي اسمه ساشل، ولو المعلومات دي وقعت في ايد الشخص الغلط ممكن تعمل حرب كبرى في العالم. وبتكون مهمة لورين انها تلاقي المايكروفيلم ده قبل ما يقع في ايد حد من حكومات العالم وتحصل حرب. وبيقولوا لها انها هتقابل شخص تابع للمخابرات البريطانية اسمه ديفيد بيرسفال، ولكنه ابتدى يتغير وبيكون عايز يوصل للفيلم ده، وبنعرف ان المعلومات دي اسمها اللائحة. وبيعملوا لورين هوية مزيفة انها قريبة جيمس وهتقول انها جاية تستلم جثته، وبيكون اسمها بروتون. وبتروح لورين عشان تقابل ديفيد اللي بيكون في مكان مشبوه مع سبيجلاس اللي بيقول له انه سلم الساعة اللي فيها المعلومات لجيمس. وفي الوقت ده بتهجم الشرطة، وسبيجلاس بيقول لديفيد انه حافظ كل اللائحه وممكن يقول له كل المعلومات اللي فيها، وبيهرب سبيجلاس وديفيد بيضرب الضباط وبيهرب هو كمان. وتاني يوم بتوصل لورين ألمانيا، وبيكون في شخصين في استقبالها وبيقولوا لها ان السيد ديفيد هيتأخر وان هم هيوصلوها. وبتتحرك العربية وبتبتدي تشك فيهم لورين لما بتلاقي ان الشخص اللي جنبها مخبي سلاح، وان اللي سايق كمان معاه سلاح، وبتستخدم كعب الشوز بتاعها انها تضرب الشخص اللي جنبها، وبتفتح الباب وبتحدفه بره العربية، وبتفك حزام الأمان للي سايق، وبتغير اتجاه العربية لحد ما بتلاقي ان العربية خلاص هتعمل حادثة، فبتمسك حزام الأمان والعربية بتتقلب. وبيكون في عربية وراهم، وبيطلع ديفيد من العربية دي وبيساعد لورين اللي بتكون مستغربة ان الروس عارفين يوصلوا لها، وده معناه انها مكشوفة وممكن يحصل لها اي حاجة في اي وقت. وبيتكلموا شوية وبعدها بيطلع ديفيد واحد كان خاطفه وبيضربه وبيقول له ان دي رسالة لبريموفيتش. وبعد كده بنشوف بريموفيتش واللي بنعرف انه من اهم رجال المخابرات الروسية، واللي بيقبض على شوية شباب كانوا سهرانين مع سبيجلاس، وبيقول لهم انه خاين وبيستجوبهم عن مكانه. وفي الوقت ده بيجي اخبار لبريموفيتش ان بختين مختفي من ساعة لما لقى المايكروفيلم، وغالبا خانهم وقرر يبيعه، فبيأمر بريموفيتش رجالته انهم يبحثوا عن بختين. وبنرجع للورين واللي بتكون رايحة تستلم جثة جيمس، لكن بيقولوا لها ان الباسبور بتاعها فيه مشكلة ومش هينفع تستلمها الا ما المشكلة دي تتصلح. وتاني يوم بتروح لورين لشقة جيمس على امل انها تلاقي اي حاجة هناك، والمحققين بيقولوا لها بس دي فكرة غبية لان اكيد في حد راح قبلك. فبتقول لهم بس انا ما كنتش رايحه بس عشان اللائحه، لكن عشان ادور كمان على اي معلومه عن شخص اسمه ساشل. وبتقول لهم ان ساشل ده عميل مزدوج ومطلوب في حكم اعدام. وبتكمل لورين وبتقول ان اثناء بحثها في الشقه بتشوف صوره لجيمس مع ديفيد، وفي الوقت ده الشرطه الالمانيه بتوصل، وبتنجح لورين في الهروب من رجال الشرطه بعد دخولها في معركه معاهم، وبتنط من البلكونه وبتلاقي 2 كمان من الشرطه، فبتضربهم هم كمان وبتهرب. وبتكون لورين شاكه ان ديفيد هو اللي بلغ عنها لان هو الوحيد اللي عارف بالموضوع ده، وبتقرر انها تروح له. وبيكون اثناء الاحداث دي كلها ما بتحصل من لحظه وصول لورين لبرلين بيكون في ست عماله تراقبها من بعيد، ولورين واخده بالها وعارفه. وبتروح بعد كده لورين لديفيد اللي بيقول لها ان بختين لسه ما ظهرش، ومعنى كده انه طمع في اللائحه لنفسه وانه ما سلمهاش للمخابرات الروسيه، وبيسالها لو لقت حاجه في بيت جيمس، فبتقول له انها ما لقتش حاجه غير صوره ليه مع جيمس، فبيقول لها انه كان صاحبه وانه نسي يقول لها المعلومه لانها مش مهمه قوي. بعد كده بتروح لورين
لمطعم وهناك بتقابل بريموفيتش اللي بيتعرف عليها، وبتيجي البنت اللي كانت بتراقبها واللي اسمها لازال وبيقول لها بريموفيتش هنتقابل تاني، والبنت بتتعرف على لورين وبتقول لها انها من فرنسا وبتديها عنوان مكان يبقوا يتقابلوا فيه. بعدها بتروح لورين لمكان عليه حراسة مشددة في برلين وبتكون داخلة على اساس انها جاية في شغل، لكن بريموفيتش ورجالته بيتتبعوها وبيحاولوا يمسكوها، لكن بتقدر لورين انها تهرب منهم بعد معركة، وبتروح لمساعد ليها اسمه ميركل اللي بيقول لها انه هيساعدها عشان يوصلوا لساشل. وبنشوف في الوقت ده ديفيد بيراقب بختين اللي بيدخل محل ساعات وبيقول لصاحب المحل انا عايزك تعرف كل الناس المهتمة اني معايا ساعة محتوياتها غالية جدا وهعرضها لاعلى سعر. وفي نفس الوقت بتروح لورين للمكان اللي لازال قالت لها عليه، وبترفع لورين عليها المسدس، فبتعترف لازال انها عميلة في الاستخبارات الفرنسية وانها في المكان ده لنفس الهدف اللي كلهم وراه. وبتقول لازال لورين معلومات سرية عن ديفيد وبتقول لها ان دي اول عملية وانها ما كانتش تعرف انها تكون بالصعوبة دي، فبتصعب على لورين وبتسيبها. وبنرجع لديفيد اللي بيكون لسه بيراقب بختين لحد اللحظة المناسبة بيقتله وبياخد منه الساعة اللي فيها اللائحة. وبيروح ديفيد وبيقرأ اللائحة والمعلومات اللي في الساعة وبيعرف ان ساشل عميل مزدوج. وفي نفس الوقت بتقابل لورين واحد من رؤسائها وبيقول لها ان ساشل عميل مزدوج واتكشف وفي ناس تانية بتبحث عنه غيرنا. وبعد كده بيقعد يتكلم ديفيد مع لورين وبيقول لها ان سباي جلاس حافظ المعلومات اللي في اللائحة كلها وانهم لازم يحموه عشان يكملوا خطة الاستخبارات البريطانية. ولما بتقول له لورين انت قلت لي انك ما تعرفش مكان سباي جلاس، فقال لها انه ما كانش واثق فيها عشان يقول لها كل حاجة يعرفها. وبنرجع للتحقيق مع لورين وبنعرف ان ديفيد كان كلم الاستخبارات وقتها وقال لهم انه قريب جدا من مكان ساشل وانه معاه المايكروفيلم كمان. فبتتعصب لورين وبتقول لهم ازاي ما حدش يقول لي معلومة مهمة زي دي، لكن ما حدش بيرد عليها. وبنرجع لديفيد اللي بيكون راح يعمل صفقة مع بريموفيتش عشان يديله المعلومات اللي على الفيلم وبيقول له ان بختين مات. ولورين بتكون لسه مش مطمنة لديفيد وعارفة ان في حاجة غلط بتحصل لكن بتكمل معاه. بعد كده بيروح ديفيد ولورين للمكان اللي مستخبي فيه سباي جلاس، ولما لورين بتشوفه بتقول ان شكله مكشوف انه عميل ولازم يغير هيئته ويحلق شنبه. وفي الوقت ده بتيجي مرات سباي جلاس وبنته اللي بيكونوا هيهربوا هما كمان معاه، وديفيد بيقول لورين تاخد هي سباي جلاس وهو هياخد مراته وبنته، وبتكون الخطة هي تهريبهم اثناء المظاهرات اللي مشتعلة في برلين. وبيبتدوا في تنفيذ الخطة وبيمشوا وسط المظاهرات. وفي الوقت ده بيكون في مجموعة من السباينرز او القناصة تبع بريموفيتش عايزين يقتلوا سباي جلاس. في الوقت ده بيصفر ميركل، فكل اللي ماشيين بيفتحوا شمسيات وبنعرف انهم تبع ميركل، والحركة بتعجب ديفيد وبياخد مرات سباي جلاس وبنته وبيمشي من مكان تاني، وبينجحوا انهم يحموا سباي جلاس. ولكن فجأة وهم ماشيين بيتم اطلاق النار على سباي جلاس وبيتصاب، وبنعرف ان ديفيد هو اللي عمل كده. وبتكون لورين مع سباي جلاس واللي بنكتشف انه ما ماتش ولكنه بينزف بشدة. وبتحاول لورين تعرف مكان اللي ضرب على سباي جلاس وبتعرف مكان رجالة بريموفيتش، وبتطلع للعمارة اللي هم فيها وبتبتدي بينهم معركة قوية جدا، وبتنجح لورين في القضاء عليهم واحد ورا التاني، لكن بعد ما بتكون اتصابت اصابات كتير لدرجة انها مش قادرة تتحرك، لكنها بتتمكن من الصمود وبتكمل مهمتها في حماية سباي جلاس. وبينزلوا من المبنى وبيكون في شرطة منتظراهم تحت، لكن لورين بيكون معاها مسدس اخدته من رجالة بريموفيتش وبتثبت بيه رجالة الشرطة وبتركب عربية شرطة هي وسباي جلاس. ولكن بنشوف ان لسه في رجالة تبع بريموفيتش بيطاردوهم، وبعد مطاردة عنيفة بتنجح لورين انها تخلص منهم كلهم. وبتوقف لورين العربية عند النهر عشان تشوف اصابة سباي جلاس، لكن في اللحظة دي بتيجي عربية وبتخبطهم وبتقع العربية اللي هم فيها في النهر. وبيقول لها سباي جلاس ان رجليه محشورة في العربية ومش قادر يحركها، ولورين بتحاول انها تساعده وتهديه، لكن للاسف العربية بتتملي بالمية وسباي جلاس مش بيقدر انه يقاوم وبيموت مخنوق تحت المية. وبتطلع لورين بسرعة وبتنجو بحياتها على اخر لحظة، وبتكون ماشية بتتخبط في الشارع وجسمها ووشها كله جروح وبردانة، وبيجي ميركل بيساعدها وبيجيب لها حاجة تدفيها. ولما بتهدى بترجع لورين لغرفتها في الاوتيل وبتفتش عشان توصل لاي حاجة تفهم منها ازاي ديفيد عارف كل تحركاتها بالشكل ده، لحد ما بتفتكر الجاكيت اللي قلعته عن ديفيد في البيت وفعلا بتجيبه، وبتتفاجئ بجهاز تصنت مزروع فيه، وبتتأكد في الوقت ده ان ديفيد خاين وبيراقبها. وبعد كده بتجيلها لاسال في غرفتها في الاوتيل وبتحذرها لورين وبتقول لها ان ديفيد بينقل كل الاخبار للمخابرات الروسية وانها ممكن تكون في خطر هي كمان. وبتلم لورين حاجتها وبتمشي بسرعة. بعدها بتتصل لاسال بديفيد وبتقول له انها عرفت هو بيعمل ايه، وبتقول له يبعد عنها هي ولورين لان فضايحه كلها عندها، وانه لو كمل في اللي بيعمله هتنشر كل اللي تعرفه عنه وساعتها هيروح في داهية. وفي نفس الوقت ده بتكون لورين راحت شقة ديفيد اللي بيكون مش موجود لانه راح لشقة لازال بعد ما هددته ونجح انه يقتلها بعد مقاومة منها. وبتشوف لورين كل الشرايط اللي مسجلها لها ديفيد وبتروح بسرعة لشقة لازال، لكنها بتلاقيها مقتولة وديفيد بيكون هرب. ولورين بتكون متأكدة ان ديفيد هو اللي عمل كل ده وبتكون متضايقة من كل اللي بيحصل. وبنشوف بعد كده ديفيد اللي رجع شقته بيحاول يعالج نفسه من الجروح اللي تسببت فيها لاسال، وبعدها بيولع في الشقة بتاعته بكل اللي فيها عشان يخفي اي ادلة او معلومات في المكان وبيهرب. في الوقت ده لورين بتكون لسه في شقة لاسال وبتفتش في حاجتها وبتشوف ظرف مكتوب عليه لورين، ولما بتفتحه بتلاقي صور لديفيد مع بختين قبل
ما يتقتل، وكمان صور ليه مع بريموفيتش وبيكون في أوراق عن صفقات مشبوهة، وبتتأكد لورين إن ديفيد هو الخاين وإن هو العميل ساشل وإنه ورا كل اللي بيحصل ده. وبتتحرك لورين بسرعة للمكان اللي فيه ديفيد وبتقدر توقفه عن الهروب وبتضربه بالرصاص، وبتقول له إنه باع لاسال المخابرات الروسية وقتل سبيجلاس، فبيقول لها إنه فعلا اتفق مع المخابرات الروسية على قتل لاسال، لكنهم غلطوا أكتر من مرة وإن وجود سبيجلاس كان خطر عليهم، وإن كل ده حصل عشان المايكروفيلم ما يقعش في الإيد الغلط. ولما بتسأله لورين عن اللائحة بيقول لها إنه بعتها للمخابرات البريطانية زي ما كان المفروض يحصل، لكن لورين بتكون عارفة إنه كذاب وبتضغط على جرحه لحد ما بيحرك إيده وبتلاقي إنه لابس الساعة اللي فيها اللائحة، فبتاخدها وبتقول له كده اللعبة خلصت يا عميل ساشل وبتقتله. وبنرجع تاني للوقت الحالي والتحقيق مع لورين، وبيبقى جراي مش مصدق كل ده وبيقول لها يستحسن يكون الكلام اللي بتقوليه ده حقيقي والا هتتعرضي للمحاكمه لانك قتلتي اهم عميل للمخابرات البريطانيه. فبتقول له لورين انه بيعمل كل ده عشان يحافظ على منصبه ومش فارق معاه الحرب اللي كانت هتحصل، وبتقول له انها قتلت ديفيد لانه خاين وان هو نفسه العميل ساشل، وبتوريهم الصور اللي بتوضح تورطه وبتقول انها كده حققت العداله. ولما بيسالوها عن اللائحه بتقول لهم انها ما تعرفش عنها حاجه. وفي الوقت ده بيظهر رئيس المخابرات الرئيس سي، وبنعرف انه كان حاضر كل التحقيق من بدايته، وبيقول لهم ان التحقيق كده خلص وان كل ده هيفضل سر لحد ما يشوف هيعمل ايه، وبيقول للورين انت هتكملي معانا والمهمه والاستجواب دول كانهم ما حصلوش، وبيديها اجازه عشان تنسى كل اللي حصل ده. وبعد 3 ايام في باريس بنشوف لورين بتقابل بريموفيتش اللي بيقول لها ازيك يا ساشل، وبتديله لورين الساعه اللي فيها المايكروفيلم، لكن لورين بتكون شاكه ان بريموفيتش هيخونها، وفعلا بتتفاجئ برجاله تبع بريموفيتش بيكونوا بيستعدوا عشان يقتلوها، لكن لورين بتكون مستعده ومخبيه مسدس في التلج وبتطلعه وبتقتل كل الرجاله، وبتقول لبريموفيتش انت كنت مفكر اني بشتغل عندك وهديلك اللائحه بكل بساطه، ولكن في الحقيقه انا كنت طول الوقت ده بستغلك وبديلك المعلومات اللي انا عايزه اديها لك وبحركك بطريقتي. وبتقول له كمان ان الساعه دي مش هي الساعه اللي فيها اللائحه، وبتقتله وبتمشي. وبعدها بتروح لورين للمطار وبتركب طيارة خاصة، واللي بنتفاجئ إن فيها قامت عميل المخابرات الأمريكية واللي كان معاها في التحقيق، وبنشوف في إيده الساعة الأصلية اللي فيها اللائحة، وبيقول لها قامت أخيرا هنرجع بلدنا. وبنعرف إن لورين في الأساس عميلة في المخابرات الأمريكية وإنها كانت في مهمة سرية في بريطانيا، وفي الوقت ده بنعرف إنها نجحت في المهمة وقدرت تخدع جهاز من أقوى أجهزة المخابرات في العالم اللي هو المخابرات البريطانية. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. أتمنى يكون عجبكم، وقبل ما تمشوا ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب عشان عائلة أفلامنجية تكبر بيكم. أشوفكم الفيلم الجاي.